المنتخب المغربي دار مباراة تخلد في التاريخ ضد المنتخب الهولندي، مباراة بطولية وتأهل لدور 16 بعد 120 دقيقة صعيبة وحسم التأهل بركلات الترجيح. ولكن دابا كاين تحدي جديد، وهاد المرة ضد منتخب كندا اللي حتى هو دار المفاجأة وتأهل لأول مرة في تاريخه لهذا الدور بعد الفوز على جنوب افريقيا بهدف قاتل. وغادي تكون المواجهة بين المنتخبين نهار السبت ان شاء الله 4 يوليو. السؤال اللي كيطرح راسو هو واش المنتخب المغربي يقدر يوقف السرعة والقوة البدنية ديال كندا، ولا الكنديين غادي يصنعوا المفاجأة مرة أخرى ضد المنتخب المغربي. وقبل ما نبداو صلي على النبي، دير لنا لايك للفيديو ونبداو على بركة الله. أول حاجة خاصنا نعرفوها هي أن منتخب كندا تبدل بزاف مع المدرب جيسي مارش. الفريق ولا منظم تكتيكيا، كيلعب بضغط عالي وكيجري بزاف وكيحاول يسترجع الكرة بسرعة مباشرة من بعد ما يضيعها. في الجانب الدفاعي كندا غالبا كتلعب بخطة 4-4-2 بخطين متقاربين باش تسد جميع المساحات وتصعب المهمة على الخصم. ولكن ملي كتحصل على الكرة الفريق كيتحول بسرعة للهجوم وكيولي قريب ل 3-4-3 أو 4-2-3-1 خصوصا مع تقدم الأظهرة، وهذا كيخلي الفريق خطير بزاف في المرتدات. أما أخطر اللاعبين فأول اسم هو ستيف أوستاكيو، اللاعب اللي كينظم اللعب وكيوزع الكرات وهو العقل المدبر ديال وسط ميدان منتخب كندا. وكاين كذلك ألفونسو ديفيز اللي راجع من الإصابة ومن المتوقع يبدأ أساسي ضد المغرب. ديفيز معروف بالسرعة الخارقة ديالو والقدرة ديالو على خلق مشاكل لأي دفاع في العالم إلى لقى المساحات. وزيد عليهم جوناثان ديفيد اللي كيتحرك بزاف داخل الصندوق وما كيحتاجش فرص كتيرة باش يسجل. أما دفاعيا كيعتمد المنتخب الكندي على الثنائي ديريك كورنيليوس ومويز بومبيتو، جوج لاعبين أقوياء في الالتحامات والكرات الهوائية. دابا غادي نشوفوا نقاط القوة ديال منتخب كندا. أول نقطة هي السرعة الكبيرة في التحولات الهجومية. كندا ما كتحتاجش وقت طويل باش توصل لمرمى الخصم، ولكن هذا الشيء كيخليها خطيرة بزاف. ثاني نقطة الضغط العالي، اللاعبين ديالهم كيضغطوا مباشرة من بعد ما كيضيعوا الكرة وكيجبروا الخصم يغلط. ثالث نقطة القوة البدنية، المنتخب الكندي من أكثر المنتخبات اللي كتربح الصراعات الثنائية وكيقاتلوا على كل كرة. ورابع نقطة الكرات الثابتة اللي كتشكل سلاح مهم بالنسبة لهم. ولكن حتى كندا عندها نقاط ضعف. اولا ملي كتعرض لضغط عالي الدفاع ديالها كيتوتر وكيوقعوا في الاخطاء في اخراج الكرة. ثانيا ملي كتلعب ضد منتخب منظم دفاعيا كتصعب عليها صناعة الفرص حيث ما عندها صانع ألعاب كلاسيكي رقم 10 يقدر يفك التكتل الدفاعي. وثالثا الأظهرة ديالها كيطلعوا بزاف للهجوم وكيخليو مساحات كبيرة في الظهر ديالهم. ودابا أهم نقطة هي كيفاش يقدر المغرب يربح هذه المباراة. أول حاجة خاص المنتخب المغربي ما يخافش من الضغط ديال كندا ويخرج الكرة بهدوء وما يغامرش قدام المرمى. ثاني حاجة خاص استغلال المساحات اللي كيبقاو وراء الأظهرة خصوصا بانطلاقات أشرف حكيمي والأجنحة ديالنا. خاص منع أوستاكيو من اللعب بحرية ونضغطوا عليه باش ما يعطيش تمريرات حاسمة لأنه هو اللي كينظم الهجمات ديال كندا. رابع حاجة خاص الحذر من المرتدات لأن كندا كتستغل أي خطأ بسرعة. وكيف ما شفنا الهدف اللي استقبلنا ضد منتخب هولندا فهو كان من مرتدة سريعة. الهجوم الهولندي استغل المساحات اللي كانت خلف الدفاع ان الدفاع كان متقدم واستقبلنا هدف. اذا خاص المنتخب المغربي ديالنا باش يديروا شي هجمه يرجعوا بسرعه. خامس حاجه الضغط على دفاع كندا ملي كيحاول يخرج بالكره حيت كيرتكب اخطاء تحت الضغط ويمكننا نستغلوا هذه الاخطاء هذه ونسجلوا عليهم. واخيرا خاص التركيز في الكرات الثابته لانها من اخطر اسلحه المنتخب الكندي. وخاص تكون عندنا النجاعة الهجومية لان كيف ما تنقولها في الفيديوهات الاخرين راه بحال هاد المباريات ما كيجيوش فيهم فرص بزاف، كيكونوا فيهم فرص قلال. لهذا خاص تكون النجاعة الهجومية
ونسجلوا من أنصاف الفرص ونحسموا المقابلة دون الذهاب للأشواط الإضافية، لأن إلا تمكنا من انتصار في هذه المقابلة 90% غادي نلعبوا ضد منتخب فرنسا، لأن منتخب فرنسا كنرشحوا يفوز على منتخب الباراغواي ب90%، لأن كتبقى 10% كرة القدم. تقدر الباراغواي حتى هي دير المفاجأة الله أعلم، ولكن 90% تقدر فرنسا هي اللي غتربح الباراغواي، وبالتالي غادي نتقابلوا مع منتخب فرنسا في دور الربع النهائي. ولهذا ان شاء الله نربحوا منتخب كندا باقل الاضرار باش منين ندوزو ان شاء الله لربع النهائي نتقابلوا مع منتخب فرنسا اللي تعرف كل شيء، راه هو المرشح لحمل هذا اللقب هذا، ماشي لانه تاريخ منتخب فرنسا ولكن لما يقدمه فقط في كأس العالم هذه، وبالترسانة اللاعبين اللي كيمتلك فهو مرشح كبير باش يكون حامل لقب هذه النسخة هذه. ولهذا إلا بغينا نديرو شي حاجة قدام منتخب فرنسا فخصنا هذا الماتش هذا نلعبوه بنفس الانضباط القتالية والشراسة اللي كانت مع المنتخب الهولندي. الحمد لله لحد الساعة المنتخب المغربي داير باركور ممتاز في كأس العالم، غادي بنسق تصاعدي، قدر يتجاوز منتخب هولندا حتى هو كان مرشح يكون بطل هذه النسخة هذه، أو على الأقل يمشي للأدوار النهائية، ولكن المنتخب المغربي تم الإقصاء ديالو. دابا كنتواجهوا مع منتخب كندا اللي حتى هو منتخب كيف ما قلت منتخب تبدل، ما بقاش بحال شحال هادي اللي لعبنا معاه في 2018، تطور بزاف تحت القيادة المدرب ديالو، عندهم افكار حتى هما وباغيين يمشيو لابعد نقطة، خصوصا على بانهم البلد المنظم، وكنعرفوا على بان فاش كتكون كأس العالم او كأس افريقيا والبلد المنظم كتكون ديما كتبغي تدي اللقب او تمشي لابعد نقطة بسبب الجماهير اللي كتكون عندها وعامل الارض، يعني هادو كيكونوا جوج العوامل المحفزة لاي منتخب باش يمشي بعيد في المسابقة. كيف ما تنشوفوا دابا 3 ديال البلدان المستضيفة لكأس العالم 2026 المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تيقدموا أداء مشرف للدول ديالهم ومستمرين في المسابقة. وفي الأخر كنشوف أن المباراة ما غاديش تكون سهلة، لأن كندا منتخب منظم وقوي بدنيا، ولكن المنتخب المغربي عنده تجربة أكبر وجودة تقنية أحسن، وإلا لعب بنفس الروح كيف ما قلنا والانضباط اللي شفنا قدام هولندا ومع فعالية أكثر قدام المرمى بطبيعة الحال، فعنده كل الامكانيات باش يتاهل لربع نهائي كأس العالم. دابا اعطيني رايك في التعليقات، وشحال كتوقع تسالي المباراة؟ انا كنتوقع غادي نربحوا بجوج الاهداف ل0 او 3-1. شكون غادي يكون نجم اللقاء؟ تنظن على بانه غادي يكون السيباري او ابراهيم دياز او سفيان رحيمي. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.